أشرفت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات اليوم الأربعاء على إطلاق أكبر حملة تطهير بمدينة برشيد. هذه العملية شملت تعبئة 4 شاحنات تطهير مائية إلى جانب فرق ميدانية متخصصة في الصيانة اليدوية والآلية، حيث شملت تدخلاتها أحياء حيوية بالمدينة. وتأتي هذه الحملة في إطار جهودها لتأهيل شبكات تطهير السائل في مختلف مدن الجهة، حيث تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز القدرة الاستيعابية لشبكة مياه الأمطار. تمت اليوم تعبئة فرق الصيانة التابعة للشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء سطات من أجل القيام بأعمال ديال الصيانة ديال قنوات تطهير السائل على مستوى مدينة برشيد. هذه العملية اللي هي واحدة من العمليات اللي كتقوم بها الشركة طوال السنة، ولهذا الغرض اليوم احنا جندنا واحد 4 ديال الشاحنات السهريجية من أجل معالجة مجموعة من النقاط السوداء ديال شبكة تطهير السائل على مستوى مدينة برشيد. إضافة إلى الشاحنات السهريجية فتمت الاستعانة بخدمات ديال كاميرا ديال المراقبة. هذه الكاميرا اللي كتمكننا من مراقبة القنوات من الداخل، واللي كتتيح لنا باش اننا نتعرفوا على الحالة ديال القنوات وشنو هما القنوات اللي لازم التغيير ديالها ولا الإصلاح ديالها. وطبعا قبل هذه العملية لا ديال الكاميرا ولا ديال الشاحنات السهريجية كتكون عملية ديال التنقية اليدوية، واللي كذلك هناك فرق الصيانة اليدوية اللي كيقوموا بالتنقية ديال البالوعات، التنقية اليدوية القبلية، باش عاد كيبداو الشاحنات السهريجية كيبداو يديروا الاعمال التنقية ديالهم. من هذا المنبر كنبغي نناشد الساكنة ديال برشيد باش انهم يتعاونوا معنا، لان هذه الشبكه ديال تطهير السائل هي شبكه ديالهم، وخصهم يتعاونوا معنا وما يبقاوش يرميو الازبال داخل البالوعات، لانه هذا الرمي ديال الازبال ديال البالوعات كيؤدي الى اختناق على مستوى القنوات، وكيعيق ويعطل حتى العمليه ديال التنقيه اللي كنقوموا بها. ويذكر أنه جرى يوم أمس اجتماع ترأسه عامل الإقليم بحضور المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات، تبعه زيارات ميدانية إلى بعض النقاط في مدينتي برشيد والدروة.